كروان بيته اتخرب بسبب الجوازة ولا بسبب السرقة؟ تعالوا نعرف لايك فولو ويلا بينا نبدأ. أول حاجة كروان مشاكل ده تيك توكر مصري للي مش عارفة، اتشهر في الفترة الأخيرة فأسلوب ساذج كوميدي من وجهه، نظر البعض واسفافه من وجهه، نظر ناس تانية ومجرد ترند الناس تالته كان فرحة من كام يوم واتقلب عزة زي ما انتوا عارفين، وكل حاجة راحت منه، والعروس هربت بالذهب والآيفون 17 برو ماكس فاكس، وهو حاليا طلع لايف بيطالب بحاجته ولا هيعمل محضر بنت وخلاص جاب آخره ومش شايف قدامه من اللي شافه. بسبب كده تأظن فناس كتير في الآونة الأخيرة طلعت قالت إنه بتاع ترندات، بس هل في حد هيعمل ترند هيحرق عربية تعدي 3 مليون جنيه وهيبوظ فرح مكلف كتير وسشوار ومشروبات ساقعه وسخنه وحلبة وفشار عشان إحنا بنشاهد الكروان أخيراً بيعاني بعد ما خلى ناس كتير مشاهير يعانوا من طريقته المزعجة ولسانه السليط والمحاولات الهبلة عشان يتشهر زي أنجي حمادة وجوازة منها، وقبلها لما كان بيطلع يستعبط قدام الكاميرا، ولا قبلها لما كان طالع مع ست كبيره وبيقول مراتي، ولا الماضي بتاعه اللي كان بيربي شعره زي البنات ويطلع يرقص. هل الموضوع ده ترند برضه ولا حقيقي؟ الكروان مظلوم. أول حاجة هو بدأ فعلا في أجراء الجواز وكتب الكتاب فعلا وكان فاضل أمضى وكل حاجة كانت ماشية طبيعي. مرات عدوية أخو السيد شعبان عبد الرحيم افتعلت مع كروان مشاكل، مشكلة عبيطة وحصل ضجة. الكلام ده كان في قاعة صغيرة جنب الفرح نفسه، وأظن المأذون شاهد على الواقع، وكروان طلع ثعباني وأمن نفسه ومعاه مستندات هتودي عيلة شعبلة ورا الشمس وخلاص كل شيء انكشف، وبأن وإحنا علينا الفرجة بالفشار. طبعا الموضوع بقى ممتع أصلا، إن كروان اللي زي ناس كتير أخيرا شفناه بيعاني أخيرا وليس آخرا. ما كنتش عاوز أشمت فيا، بس هو عملي حظر على الفيديو اللي فات، وأنا مضطر أطلع ضميري المهني كواحد بيسف جامد وبمنتهي الدراما. خلاص يا كروان انت بتاعي الفترة الجاية. المهم بعد افتعال مشكلة مع كروان وأبوه سابوا الفرح بالقاع بكل حاجة ومسكوا الآيفون اكس فاكس برو ماكس وضربوا علية هو الذهب. طبعا لأن كروان ثعباني وجايبها من تحت قوي قام سجل كل حاجة على الفلاشاية وهيفضحهم وهيسجنهم زي ما قال على لسانه. هل كروان كان غلطان في الماضي؟ أكيد. هل كروان يستحق يتنصب عليا؟ أكيد انتم مفكرني هقول لا. وكده ده إذا ناس كتير قوى على السوشيال ميديا الإعلامية، ريهام سعيد، أنجي حمادة وناس كتير، وبدوري محايد، فأنا طالع أسفف عليه الصراحة. بس برضه هو مظلوم المرة ده وشكل اتبرق. المرة دي باترا هيعملهم محضر فعلا، ولا الموضوع ترند وكله عشان الفيوز والمشاهدات؟ هتعرف الفترة الجاية. ما تنسوش لايك فولو لنستمر في تقديم الحصري والأفضل لحضرتكم. شكرا.